علق الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني على أزمة عقود داني أولمو وباو فيكتور بعد تحرك رابطة اللجاء قضائيا لإيقاف قرار المجلس الأعلى للرياضة. وأكد المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا على صحة عقود داني أولمو وباو فيكتور، لترد رابطة اللجاء عليهم بالتحرك قضائيا لحماية البطولة ولضمان الشفافية. وسأل هانزي فليك في مؤتمره الصحفي قبل مباراة بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء عن رأيه في أزمة عقد أولمو، ورد قائلا: هناك مباراة مهمة قادمة، أنا مركز عليها، وأثق بالنادي في الأمور الأخرى. لا أفكر في ذلك. وأضاف: اليوم نركز على مباراة دورتموند فقط. تحدثنا عن الخصم وتحليله، واستغرق الأمر بعض الوقت، ولكنها مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومن الضروري التحدث عن الأمور المهمة، وليس فقط العمل على أرض الملعب.